عليا ب40، لا ب45، انا عليا ب50. لا يا جماعه، مش انا اللي داخل المزاد ده، دول المطاريد اللي شغالين في مواخير الاخوان المعروفه بقنوات الاخوان، واللي ليل نهار مفيش وراهم حاجه غير انهم يوعدونا بالفقر والعوز والانهيار. الحلقه دي بقى فيها درر. انا لؤي الخطيب، ودي حلقه جديده من انحياز. خلونا نتفق في الأول إن الدولة لو قالت يمين المطاريد هيقولوا شمال، ولو وافقناهم وقلنا شمال هيقول لك لعن الله أهل الشمال، ما تيجوا في اليمين. ده معروف ومش جديد. الجديد بقى إن المطاريد بيعلوا على بعض. خبراء اقتصاد الحقيقة علقوا على هذا الخبر إنه خلاص يعني القصة على الأبواب، تعويم جديد، والبنك المركزي هيخفض العملة المصرية أمام الدولار. امبارح كنا بنتكلم على توقعات لكريدت سويس إن إحنا ممكن نوصل ل 40 و45 جنيه أمام الدولار. يا ساتر يا رب، 40 أو 45. متأكد يا أسامة؟ أكيد ده مش هبدأ أي أرقام وخلاص، أكيد في دراسات علمية حقيقية موثقة بتقول الكلام ده، يعني في اقتصاديين تقال بيقولوا التوقعات دي. خلاص يبقى 40 أو 45. إن إحنا رايحين على أزمة اقتصادية كبيرة. أنا آسف والله، أنا هفضل أعتذر كل ما أقول لك خبر اقتصادي وحش، بس دي الحقيقة. إحنا دلوقتي أنتوا أدرى الدولار بكام؟ كان بيقولوا ب 35 38 42. اختلف إيه؟ اختلف القوم فيما يعني في إجابة السؤال. انما اللي جاي للاسف وحش. لا ثانيه واحده يا احمد، 35 او 38 او 42، يعني انت مش بس هابط 3 ارقام في طلعه واحده، انت حتى مش منسق مع زميلك في نفس القناه اللي لسه قايل لنا رقمين. اخر كلام ايه يا سمير؟ انما اللي جاي للاسف وحش. ده مش كلامي ومش توقعاتي ومش امنياتي. انا امنياتي ان الناس تبقى كلها كويسه، الدوله كلها بما فيها، ولكن للاسف اللي جاي سيء، لان عندنا مؤشرات اقتصاديه بتقول ان احنا رايحين علشان السعر الرسمي للدولار يبقى الدولار يساوي 45 جنيه. ده السعر الرسمي. انت عارف ان السعر الرسمي ده حاجه، او زي ما بيقولوا كده السعر الرسمي للدولار حماده، والسعر الحقيقي بيبقى حماده تاني خالص. يعني لو السعر الرسمي بقى 45 جنيه فانت متاكد انه ممكن يوصل ل 55 والعياذ بالله يوصل ل 60. للاسف ده اللي جاي. ايه اللي بيخلينا نقول كده؟ خبر زي ده، حظر مفاجئ لبطاقات البنوك مسبقه الدفع. 45 و55 و60، 6 اسعار في حلقه واحده. لا في حلقه واحده ايه؟ دول 6 اسعار في اقل من دقيقه. ايه يابا، هو الدولار ده ملوش اهل يسالوا عليه؟ وبعدين انتوا بتحسبوا سعر الصرف ازاي؟ اصل اكيد الدراسات الاقتصاديه مش هتقول لك والله بص يعني هو من 30 ل 60 وانت وذوقك بقى. ها انتوا لو عايزين تقولوا لنا انكم بتهبدوا مش هتعملوا كده، ولا هي الحكايه نكد وخلاص، اللي هو المواطن قاعد فبننكد عليه ونقرفه؟ ايه الهدف من الكلام ده؟ خفوا يا جماعه اللي بتعملوا العاصمه الاداريه والمونوريل والكلام ده. انا نفسي افهم العاصمه الاداريه عامله لكم الهسس ده كله ليه؟ ايه اللي حصل لكم وانتوا صغيرين في العاصمه؟ ما كانش في عاصمه وقتها اصلا. اي حاجه تحصل يقول لك وقف العاصمه، في بلاعه تسدد في التحرير، لا احنا نوقف العاصمه بقى. في واحد ابنه جاله برد، اكيد العاصمه هي السبب ولازم نوقف الشغل فيها. فيا جماعه مفيش حد عاقل كده يقول لنا كلام موزون. لا حل لهذه الازمه الا بتغيير النظام بنظام مستقل استقلال تام عن الجهات التي تدير الاقتصاد الان، وهي اقتصاد الجيش والاقتصاد الصندوق السيادي والاقتصاد الصناديق الخاصه والكلام ده. الناس دي كلها لازم تطلع من الصوره والا العالم مش هيتعاون معاها. صح طبعا، لازم نجيب نظام مستقل عن مؤسسات الدوله، لازم يبقى عندنا رئيس ضد الجيش، رئيس مستقل عن مؤسسات الدوله ومعادي ليها كمان. هو ده الكلام المظبوط اللي يقوله المفكرين المتكلفين دول. انتوا عيانين. هو انا نفسي افهم بس ايه الشيء السحري اللي ممكن يحصل لما النظام يقع فتتحل كل مشاكلنا؟ ده بمنطقكم يعني ايه؟ بالتالي انت داخل السنه الجايه دي اللي هتبدا ان شاء الله 1/7 القادم تنتهي 30/6/2024 وانت كل الناتج القومي راح للديون وهتقترض 10 مليار دولار كمان، او بالدقه بالظبط 9 مليار 600 مليون دولار. لما يجي النهارده نلاقي هذه التقارير خارجه من بنوك عالميه سويسريه كانت او بريطانيه بتقول لك ان الدولار هيوصل 45 الى 50، معنى كده ان الناس هتشهد موجات غلاء ونار الاسعار سوف تظل تشتعل في السوق المصري العام القادم كله، فضلا عن ضعف دخل المواطن في الفتره القادمه. يعني للاسف حتى السنه الجايه مش قادر اقول لكم نستبشر وفي نفق هيكون في نهايته نور والكلام ده كله. للاسف الواقع نفسه واقع مخزي جدا، ولا يفك المصريين عن هذه الازمات الاقتصاديه السياسيه الاجتماعيه الا الا ايه بقى؟ هيقول حل اكيد اهو. عن هذه الازمات الاقتصاديه السياسيه الاجتماعيه الا رحيل هذا النظام. ملهاش برضه رحيل النظام. هو ايه مفهوم سقوط
خطوط الدول عندكم يا جماعه؟ ايه الشيء السحري الفظيع اللي مستنينه يحصل عشان نبقى معاكم على الاقل؟ وبعدين يا عطوان انت بتقول ان الناتج القومي كله رايح للديون، انت عارف ايه هو الناتج القومي اصلا؟ ليه بتتكلم في كلام اكبر منك ومش فاهم؟ الناتج القومي ده يوازي بالدولار حوالي 400 مليار دولار، يعني اكتر من كل الديون اللي علينا، مش مجرد الاقساط وبس، لانه مجموع انتاج المجتمع كله. فانا عارف كويس انك بتتكلم عن حاجه تانية غير الناتج القومي، بس في المعجنه اللي انت بتعملها دي المصطلحات ما عليهاش جمرك، فمش هتفرق. المشكله ان وانت مش عارف البديهيات الاقتصاديه دي بتنظر على اقتصاد الدوله كله. متخيل؟ يعني ممكن يا جماعه تقروا بس عن اللي تطلعوا تكلموا الناس عنه، يعني حتى من باب الفضول. ما بيجيش مصر ليه؟ قال لك المستثمر يجي ليه؟ يجي في بلد ليه حالته مش كويسه. صح، المستثمرين ما بيجوش فعلا يا جماعه. يعني شركه زي سوميتومو اليابانيه العالميه الكبيره دي اللي هتفتتح اكبر مصانعها على مستوى العالم في مصر السنه الجايه، ده مش استثمار. اكبر محطه طاقه رياح في العالم اللي وقعنا من كام يوم اتفاقيه انشائها في مصر، دي مش استثمار. شركه سامسونج اللي هتعمل مصنع جديد في بني سويف، كل ده مش استثمار خالص. دول المطاريد بتوع الاعلام المهني الموضوعي اللي بيقول المعلومات الصحيحه الدقيقه، اعلام عظيم يعني. وفي النهايه عايز افكرك مفيش حاجه اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته بيدافع عنها بكل قوته، وانا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي انا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومه. اشوفكم الحلقه الجايه.